السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في السيشن الرابعة من كورس جوجل تاج مانجر. في السيشن اللي فاتت عرفنا أكتر عن اليوزر جيرني وإزاي أحدد الإيفنتس اللي أنا محتاج أعمل لها تراكنج. كمان سطبنا مع بعض الفيسبوك بيكسل ونزلنا اتنين اكستنشنز بتاع جوجل تاج اسيستنت والميتا بيكسل هيلبر، ودخلنا على البريفيو مود وتأكدنا إن التاج بتاعنا سمع بشكل صحيح. يبقى هنفكر مع بعض. انا شغال اعلانات على الفيسبوك وعايز اعرف كام شخص داس كليك على الموقع بتاعي. فالتاج بالنسبة لي هو الفيسبوك بيكسل، كود المنصة اللي انا شغال عليها. والتريجر بالنسبة لي هو الكليك اللي هيعمله العميل. فهنضغط هنا على نيو تاج ونسمي التاج بتاعنا. انا هسميه فيسبوك اول كليكس، انت بتسميه الاسم اللي انت عاوزه. وبنضغط على التاج كونفيجريشن، هنلاقي الفيسبوك تمبلت موجود هنا عادي لان احنا كنا نزلناه السيشن اللي فاتت. هنحط هنا البيكسل اي دي بتاعنا اللي هو ده، وهنا هنختار الايفنت بتاعنا احنا عايزينه يتبعت لنا ايه. احنا عايزين اللي هو يتبعت لنا كليك، فبندور على كليك. ما بنلاقيش كليك، بنروح رايحين لحاجة اسمها كاستم وبندخل الايفنت بتاعنا عايزينه يتبعت لنا ازاي. انا هسميه كليك. وبنيجي هنا على التريجر، احنا عايزين قلنا ايه؟ قلنا احنا هنختار كليك، فبندور هنا على الكليك في التريجرز، مش بنلاقي الكليك، فبنضغط على البلس وبنضغط هنا على التريجر وبندور على الكليكس. هنا في سيكشن اهوت اسمه كليكس، في all elements وفي just clicks. all elements لو انا عايز يضغط في اي مكان ويتحسب لي كليك. just links لو في لينك في الويب سايت عايز اتراك اذا كان العميل هيدوس عليه ولا لا، وبالتالي يتبعت لي كليك. انا عايزه لما يضغط في اي مكان يتبعت لي كليك، فهضغط هنا all elements. وهسمي التريجر ده، هسمي ايه؟ هسمي all clicks. وبندوس على save وبندوس على save. طيب خلينا نرجع تاني ونقول احنا عملنا ايه. احنا ضغطنا على add new tag وسميناه فيسبوك all clicks، وضغطنا على التاج configuration، اخترنا الفيسبوك بيكسل وحطينا هنا البيكسل اي دي بتاعنا، وجينا هنا دورنا على الكليك ايفنت ما لقيناش، فعملنا كاستم ايفنت وسميناه كليك. ونزلنا هنا على التريجر علشان نختار الكليكس، فما لقيتش التريجر عندي، فضغطت على بلس وضغطت هنا واخترت all elements في السكشن بتاع الكليكس، ضغطت عليه وبعد كده سميت التريجر بتاعي all clicks. فبقى بالشكل ده قدامي، بضغط عليه وبضغط هنا على سيف. تمام. تعالى نرجع للبريفيو مود ونشوف التاج بتاعنا هيفاير ولا لا. بنضغط على بريفيو، بيحولني للصفحة بتاعتي او للموقع بتاعي. هنلاقي هنا ان سمع بيج فيو، وهنا التاج بتاع البيجز بتاع فيسبوك اول بيجز سمع معايا، لكن اول كليكس مش فايرد لان انا لسه ما ضغطتش في الموقع بتاعي. فتعالى نضغط في اي مكان، هضغط هنا كليك اهي. تمام، الفيسبوك اول كليكس سمع معايا بشكل صحيح. طب الميتا بيكسل هيلبر سمع معايا برضو كليك. برضو احنا لو رحنا لاي بيج، لو ضغطنا مثلا على المنتج ده
هيسمع معايا بيج فيو. لو ضغطت كليك في اي مكان هيسمع معايا كليك. فكده التاج بتاعنا شغال بشكل ممتاز. ودلوقتي خلينا نتراك الفيسبوك ودلوقتي خلينا نتراك الاد تو كارت. خلينا نفكر دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه. احنا محتاجين نعمل تراكنج لكل شخص يضغط على اد تو كارت. فانا شغال هنا على الفيسبوك، فبالتالي التاج بالنسبه لي هو الفيسبوك بيكسل. التريجر بالنسبه لي هي الكليك، لان انا محتاج اي حد يضغط على اد تو كارت يسمع، فالتريجر هو الكليك. طيب الفاريبل هو الكليك تكست اللي هي كلمه اد تو كارت. طيب احنا قبل ما نعمل كده بنروح رايحين للبريفيو مود علشان نتأكد ان الفاريبلز بتاعتنا متاحة، وهنعرف ده ازاي. هنيجي هنا ونضغط مثلا هنا على add to cart، سواء من هنا او سواء لو دخلت على صفحة المنتج مش هتفرق. وباجي هنا على كلمة كليك وبقف عليها، وباجي هنا عند الفاريبلز وبنزل. بندور على الكليك تكست اللي كنا اتكلمنا عنه ونشوف موجود ولا لا. الفاريبل بتاع الكليك تكست موجود اهوت، واسمه add to cart. سمع معايا ان انا ضغطت على ال add to cart. فبنرجع هنا وبندوس configure new tag new، نضغط هنا ونضغط على الفيسبوك بيكسل، وبنحط هنا الفيسبوك بيكسل اي دي ده. وهنا بنختار الايفنت بتاعنا اللي هو الاد تو كارت، وبننزل على التريجر. احنا قلنا ان التريجر بتاعنا هو الكليك، تمام. فهنضغط هنا بلس، وهنختار من هنا وهندوس تريجر كونفيجريشن، وهنختار من هنا all elements، لان احنا عايزينه لما يضغط على كلمة مش على لينك. فهنضغط all elements، وهنسأل نفسنا سؤال: انا عايزه اول ما يضغط على اي مكان يسمع معايا التريجر، ولا لما يضغط على مكان معين او حاجة معينة؟ لا، لما يضغط على حاجة معينة اللي هي الاد تو كارت. فهختار some clicks، مش all clicks، لا some clicks. ومن هنا هدور على الفاريبل اللي احنا اخترناه. فهننزل ندور على الكليك تكست اها. وهنا بقى بيقول لي الكليك تكست ده ايه هو. يعني انت بتعرف له، انت قلت له ان الفاريبل كليك تكست، نوعه كليك تكست، لكن ايه هو؟ هل هو اد تو كارت، ولا هل هو شوب ناو، ولا هل هو تشيك اوت، ولا هل هو ايه الزرار اللي هيضغط عليه؟ انا بقول له الزرار اللي هيضغط عليه هو بيساوي add to cart، وباجي هنا وباخد ال add to cart copy وبحطها هنا بيست. ويفضل ان انا اخدها كوبي واحطها بيست، علشان في بعض الاوقات لو لو في حرف انت كتبته وهو كابيتال مثلا وانت عملته سمول، فمش هيسمع معاك التريجر. فيفضل ان احنا في شغلنا كله ناخدها كوبي. وبنيجي هنا ونسمي التريجر بتاعنا، انا هسميه add to cart، وبنسيفه. وبعدين بنيجي هنا ونسمي التاج بتاعنا، هسميه فيسبوك add to cart، وبسيفه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل تاج جديد، ضغطنا على التاجات ورحنا للفيسبوك بيكسل ضفناه، وهنا ضفنا الفيسبوك بيكسل اي دي، وهنا اخترنا الايفنت بتاعنا اد تو كارت، وبعد كده رحنا للتريجر واخترناه هيكون كليكس. اخترنا من هنا الكليكس، وقلنا سم كليكس. اخترنا الكليك تكست، وقلنا ان هو بيساوي كلمة add to cart، وحطينا هنا كلمة add to cart. الموضوع سهل وبسيط، لكن بيحتاج اللي انت تطبق بايدك فقط. تمام. ودلوقتي هنروح للبريفيو مود ونشوف هيسمع معانا ولا لا.
تمام continue. تعالى نفتح المنتج ده وتعالى نضغط هنا add to cart ونشوف هيسمع ولا لا. هو دلوقتي الميتا بيكسل هيلبر مسمع بيج فيو، والتاجات بتاعتي اللي حصل لهم فايرنج هو الفيسبوك اول بيجز والفيسبوك اول كليكس. المفروض لما نضغط على add to cart يسمع معانا، فهنضغط add to cart. تمام، هنا مش هيسمع معاك الاد تو كارت لسبب واحد بس، ان في بيدج جديده حملت. احنا اول ما ضغطنا اد تو كارت حملت البيدج دي على طول. تمام، فتعال نبص هنا هنلاقي ان اد تو كارت سمعت فعلا. تمام كده انا اتاكدت ان الاد تو كارت بتاعتي سمعت بشكل صحيح. ولو عاوزين نتاكد اكتر ممكن كمان نروح للتست ايفنتس على الايفنتس مانجر عندي ونحط اللينك بتاع الويب سايت بتاعنا ونشوف الايفنتس هتسمع معانا بشكل صحيح ولا لا. انا هكتب هنا الايفنت بتاعي /shop، وقبل ما اقول له اوبن ويب سايت هعمل بس سبميت هعمل سبميت للحاجات اللي انا عملتها. هسميها هنا add to cart and all clicks. انت بتسميها الاسم اللي انت عاوزه وبتدوس publish. تمام، خلينا نروح للايفنتس مانجر وهندوس اوبن ويب سايت وهنشوف هيسمع معانا في الايفنتس هنا بيج فيو الاول ولا لا، وبعد كده الكليكه، وبعد كده الاد تو كارت. تمام، اول حاجه الصفحه بعد ما حملت سمع لي بيج فيو. طيب تعال نضغط في اي مكان. ضغطت هنا كليك اهوت، سمع معايا كليك. طيب جميل، تعالى نفتح نحط اي منتج اد تو كارت. تعالى نضغط هنا. تمام، سمع معايا هنا اد تو كارت، يبقى انا كده ماشي مظبوط. ودلوقتي في تريك مهمة جدا، وهي ان انا اخترت التريجر بتاعي كليك، والفاريبل كليك تكست بيساوي اد تو كارت. لو افترضنا ان الموقع بتاعي بيدعم اكتر من لغة والعميل اختار اللغة العربية، بالتالي اد تو كارت هتظهر للعميل اضافة الى سلة المشتريات. فلو العميل ضغط على اضافة لسلة المشتريات التاج بتاعي مش هيفاير، وده بسبب ان الكليك تكست اتغير من الاد تو كارت ل اضافة الى سلة المشتريات. طيب اعمل ايه؟ بنختار variable تاني وهو اضافة الى سلة المشتريات. لكن احنا مش هنختار الحل ده، احنا هنروح لحاجة تانية اسمها data layers. فتعال نشوف احنا هنعمل ايه. هنضغط على البريفيو مود وهنيجي هنا ندوس على إضافة إلى سلة المشتريات. كلهم في السلة. تعال نشيل بعض المنتجات أو ندخل على المنتج نفسه. تعال نشيل بعض المنتجات وخلاص. تمام، هنضغط هنا على add to cart وهنروح للديباج فيو على آخر حاجة وهي ال add to cart. هنلاقي هنا في حاجة اسمها data layer push event add to cart. الداتا layers دي بنحصل عليها من خلال البلجن اللي احنا اشتغلنا عليها في البداية خالص، اللي هي GTM for WordPress، واللي احنا فضلنا ان احنا نربط الموقع بتاعنا بوردبريس عن طريقها، مش عن طريق ان احنا نستخدم الهيدر والبادي. طيب الايفنت ده اللي هو اسمه add to cart بيسمع معايا في كل الاوقات.
سواء كانت اللغة بقى عربي إضافة إلى سلة المشتريات، أو سواء كانت اللغة إنجليزي add to cart، أو أيا كان. الإيفنت ده بيسمع معايا مجرد إن العميل يضغط على البutton بتاع add to cart. فإحنا بناخده كوبي وبنروح للاد تو كارت وبنغير بنروح للتريجر بتاع الاد تو كارت وبنغيره ليه؟ لان احنا خلاص اقتنعنا ان الكليك مش هيكون مناسب في التريجر في الحالة بتاعتنا دي. فهنغير الكليك تريجر لحاجة تانية اسمها كاستم ايفنت. هنحط هنا الايفنت بتاعنا ونخليها all custom events وهنختار سيف. بالتالي سواء كانت اللغة بتاعتي عربي عربي إضافة إلى السلة أو إنجليزي add to cart، الإيفنت هيسمع معايا بكل سهولة. فلو رحنا للبريفيو مود ودوسنا على continue ورحنا الموقع بتاعنا وضغطنا على add to cart وضغطنا على add to cart، هنلاقي ان البكسل ان الايفنت بتاعنا add to cart سمع. برضو لو رحنا عملنا تيست للايفنت بتاعنا بعد ما نعمل submit، هنسميه add to cart custom event ونعمل له publish. وبعدها نروح هنا نعمل open website، اسف clear activity الاول، بعد كده نضغط على open website وندوس add to cart كلهم في السلة. هنضغط على add to cart وهنشوف هيسمع معانا هنا ولا لأ. ممتاز، سمع معانا هنا، جميل قوي. يبقى احنا كده سطبنا ال add to cart بطريقة مظبوطة.